هسه قام يبث. تمام. آه. تفضل استاذ احكي لنا. مساء الخير للي راح يتابعون حاليا واللي راح يتابعون لاحقا. اليوم راح نتحدث عن موضوع هو مو بس موضوع يعني مهم وحساس وعلمي، هو أيضا موضوع وجودي، يعني يتعلق بحياة الإنسان، وأيضا يتعلق بالحروب، بالحيوانات، بالطعام، بالنبات، في كل شيء. هو جفاف الأنهار بالعراق والاحتباس الحراري. طبعا الاحتباس الحراري هو يعني ارتفاع في درجة حرارة الأرض، باطن الأرض، يعني عمق المحيطات والأرض، بسبب يعني الغازات اللي الغازات الحرارية اللي يعملها الإنسان من خلال الوقود الأحفوري يعني اللي تعرفون النفط ومشتقاته والفحم والغاز. وأيضا السبب الثاني مثل ما صفا يعلم هو نباتي، تربية الحيوانات. وأيضا أكو أمور أخرى يعني خارج عن إرادتنا، مثل الأمور تجي من الفضاء الخارج اللي قد بس هسه حاليا هاي صار لها فترة طويلة يعني ما صايرة، أو صارت مرة بأستراليا وروسيا، يعني بعض النيازك، بس ما يعني هاي بدنا نحكي على تاريخ كوكب الأرض من فترات طويلة، يعني ملايين السنين أو مئات الملايين من السنين أحيانا. بس حاليا يعني ما موجود هذا الشيء. كانت تضرب النيازك الأرض مثل في العصر الترياسي، حصل انقراض للكائنات الحية. آه، والعصر البرمي يعني هذا كان كارثة طبيعية، يعني 95% هاي قبل الديناصورات، يعني أكثر من 200 مليون عام. نيازك عملاقة ضربت الأرض وهيجت البراكين والزلازل وحرق الغابات في ذلك الوقت، فانقرضت 95% من الكائنات الحية. آه، حاليا هذا الشيء يعني ما راح نتكلم عنه لأنه ما موجود. اللي موجود فقط هي ثلاث شغلات: هي تربية الحيوانات. يعني شخص يقول تدجين الحيوانات شيء قديم، صح لو لا صفا؟ هل هو؟ اي صحيح قديم. بس بس أنا أقولهم غلط، قول شلون. شلون؟ شنو دليل؟ عندي دليل. تسجيل الحيوانات، إذا نتكلم من ناحية تطورية، ما صار له فترات طويلة، يعني بدأ يعني من فترات ليست بالطويلة، يعني آلاف السنين، 4000 عام، روح عمي 5000 عام، 3000 عام قام ينشط أكثر، 1000 عام قام ينشط. بس يعني مو ذاك الشيء، لا شيء تطوري، صح لو لا؟ فهو شيء حديث. ثاني شيء، ليش كان قبل ما يأثر على الغلاف الجوي؟ لأن أعداد البشر كانت محدودة جدا. يعني هاي بالعصور مثلا قبل في زمن يسوع والنبي محمد، يعني كان البشرية ما تتجاوز ال 200 مليون عام يتراوحون. يعني مثلا يجيك فيروس طاعون وبكتيريا يبيد نص قارة، إلى حتى القرن الرابع عشر، يعني هذا الطاعون اللي ضرب أوروبا، وحتى بزمن حروب المغول جنكيز خان وهولاكو، يعني قتل نص أوروبا، قتل حوالي قريب النص آسيا. فما كانت البشرية تتكاثر، يعني هو هاي شغلة الاحتباس الحراري. شغلة أيضا حديثة ولكنها سريعة جدا، سريعة بشكل لا يصدق. أنا برأيي هي بدأت بالقرن التاسع عشر،
شغلة الاحتباس الحراري بدأت في القرن التاسع عشر مع اكتشاف، يعني ظن بعض الناس، يعني حتى من تقرأ بالتقارير يقول لك من اكتشاف الآلة البخارية والفحم ببريطانيا. لا، هذا غلط. لازم تقول اكتشاف اللقاحات. اكتشاف اللقاحات أنا برأيي تطوير الطب هذا أهم من الآلة والهاي. ليش؟ من ناحية الاحتباس الحراري، لأن هذا خلى أول شيء عمر البشر يطول أكثر. أول لقاح هو كان المرض الجدري، اكتشفه واحد بريطاني، أتذكر إنجليزي، جيرنر هيك اسمه. يا ريت تكتبون اسمه التعليقات، ناسي يعني. أول لقاح اكتشفوه البشرية قديم، بس ما يقولون أول شيء بالهند، يعني هاي قبل الميلاد، بس ما استخدموه يعني آه، وعافوه. اسمه إدوارد جينر. أي، هو عارف إدوارد جينر، بس بالقرن نتكلم بالعصر الحديث. نعم. إيه، بها قرن. آخر أواخر القرن 18. أي يعني قريب التاسع عشر. إيه. أي، فاستمرت بعدها، تم اكتشاف لقاحات أخرى إلى المصنف لقاح شلل الأطفال، اللي اكتشفه واحد أيضا عالم أمريكي. عالم لا، بنفس الوقت تم اكتشافه، أو اختراع. الاكتشاف قلنا يختلف عن الاختراع. آه، فهذا الشيء يعني برأيي يوازي وأهم، يعني لأن طول عمر البشر وكثر البشر، فهذا الشيء من كثره ومن طول أعمارهم ايش قام يزيد؟ قام يزيدك تدجين الحيوانات. يعني هسه مثلا عندك الدجاج، كم دجاج على كوكب الأرض؟ حوالي قريب ل 40 مليار دجاج. قريت معلومة يقول لك بالقرن العشرين بداياته ما كان يعني هيك مليارين، مليار دجاجة. أقل يجوز، يعني ما أتذكر، بس بين ال 500 مليون والمليار. يعني شوف ايش قد العدد. التسجين الحيوانات زاد جدا، وتسجين البقر وباقي الحيوانات. وإحنا ليش بدنا نتكلم عن الحيوانات؟ لأن الحيوانات هي المسبب الأول بالتربية الحيوانات، يعني مو الحيوانات، عفوا، تربية تدجين الحيوان وتربيتها وذبحها وأكلها هي المسبب الأول للاحتباس الحراري. بس يجي أكثر واحد يقول. نعم، تفضل. أكثر أكثر من عوادم السيارات، للأمانة العلم. كمل. أكثر لا مرة ولا مرتين، أكثر يعني أكثر من 15 مرة. بس يجي واحد يقول أما أيضا شلون؟ بس أعطيك الدليل. أول شيء الحيوانات مستهلكة للماء الصالح جدا. يعني أنت كل مثلا 15 لتر ماء و25 كيلو نبات، يلا تعطيك كيلو لحم. آه، فأكثر ايش قد هو الماء الصالح للشرب والري؟ 3% يطلع. فغالبيته هذا يذهب لتربية المواشي. يعني احنا البشر نشرب لتر، مال الحيوانات تشرب كثير. هاي أول شيء، وذبحها أيضا وطبخها، وهذا يبعث كله غاز الميثان. هو غاز خطير، أخطر من ثاني أكسيد الكربون بكثير. يعني حوالي أكثر 20 مرة أخطر من ثاني أكسيد الكربون. وهذا الميثان هو وثاني أكسيد الكربون يعني مو بس يحتبس بالجو. طبعا هي الأرض على مر التاريخ تحتاج إلى الحرارة، بس قلنا النسبة صارت كبيرة جدا لا تحتمل. بس سان ترى بعدنا ما نتكلم عن الانهار، بعدين ندخل على شغلة دجلة والفرات والعراق. أي كمل كمل. اي يعني نكمل اول شيء الاحتباس، وبعدين نحول على ذاك الموضوع. ف
وين وصلت تاني؟ للميثان. فهذه الغازات مو بس تسوي احتباس، هي أيضا تسوي أمر خطير جدا. أول شيء إحنا نعرف لازم غلافنا الجوي هو حساس جدا، يعني مو ذاك يعني غلاف متكيف مع كوكب الأرض، هو ما تكون بيوم وليلة. إحنا اليوم نعرف حسب علماء جيولوجي يقولون عمر الأرض والفيزيائيين 4.6 مليار. آه، يعني فاحتاجت الكوكب الأرض حوالي مليارين ونص، 500 مليون عام أو أكثر، يلا تكون الغلاف الجوي بالتدريج. ف من صارت قامت يعني الغلاف الجوي، قاموا الكائنات البدائية، بداية النواة قامت تتطور يعني بوتيرة أسرع، ويعني ظل بالاستمرار، يعني ما تكون بيوم وليلة. هاي الطبقات، طبقة الأوزون، تحتاج أوقات طويلة. فهي متكيفة يعني تحمي كوكب الأرض من الأشعة تحت الحمراء. فشو السوائل الغازات، وأيضا تحمي من النيازك وكثير أمور. تمتص الأشعة تحت الحمراء من الشمس اللي مو تنتشر بالغلاف الجوي، تبقى محبوسة، تمتص الأشعة تحت الحمراء وتطلقها من جديد. من وين؟ على كوكب الأرض. تشوفون الخطورة وين؟ هاي الأشعة يعني تسبب موت بأمراض السرطانات وتلوث المياه، ويعني انقراض كائنات حية قد والرأسماليون يعني أجرموا بهذا الشيء، يعني يطلقون يعني يوميا غازات ميثان وثاني أكسيد الكربون والغازات الاحتباس حوالي 10 تريليون طن. كل هذا يبقى بالغلاف. أشوف الكارثة شلون. إذا أكو أكو عندك تعقيب حتى نحول على الغازات الباقية. أكو شغلتين. يعني الشغلة الأولى أكو حجة يعني قدموها ضد، يعني يعرضون النباتية يقدمون ضد النباتية، والنباتية يجي يقول لك شلون ما تاكل نبات راح تخرب التوازن البيئي. واصلا عم يدري انه هاي الحيوانات يعني جاي كاثروها الصناعي، يعني البشر جاي يدخلون كاثروها الصناعيين اصلا. وميزة ميزة اصلا حتى وجود يعني وجود السكان هذا البشرية بعددها الحالي، هو اصلا يعني الارض معتبرة مكتظة بالسكان، يعني اوفر بابليتد، وتصل حتى وجودك يعني يدخل بالتوازن. الشغلة الثانية الشعاب المرجانية والتلوث اللي جاي يصير بالمحيطات والبحار هاي ما حكيت عنها، هاي موضوع مهم يعني حد يحكي فيه. هاي جاية، هاي طبعا جاية من نوصل للكيس والتلوث البلاستيكي. هذا لا أيضا شيء مهم. لا مو بس يعني موضوع الأكياس والبلاستيك، الشعاب المرجانية قلت لك جاي يتدمر، سحقها سحق. صحيح صحيح. مو هسه آه. بالتدريج راح نجي تمام. طبعا أنا قلت لك هذه بن سلمان ناقشنا موضوع النباتيات، يعني مو نبات. صوتك ناصي، صوتك صار ناصي. دقيقة دقيقة. هسه ايه واضح، ايه عيد ايش حكيت. آه النباتية ترى تناقشنا يعني عن فوائدها، بس هي المشكلة أنا شخصيا مو نباتي، بس مو لاحم يعني، امم آكل لحوم قليل. امم بس هسه يعني المشكلة شنو؟ أنت ويا من تحكي يعني هسه إذا تقول لهم هسه إذا جينا المجتمع العراقي تكلمنا عن هذا الموضوع امم راح يضحك عليك، ما يعرف شنو بيئة واحتباس. خلينا نكون واضحين. ايه ايه ايه. يعني لا أصلا مو أصلا مو يقول لك هذا جاي ما جاي مضرط هذا. اي مو بس بيئة واحتباس، يعني ما يعرف تقشف زهد، ما يعرف صحة، ما عندهم يعني ثقافة صحية وثقافة غذائية. العراقي تقعد وياه حبيبي، يقول لك اكل واسحق اسحق، يسحق كل شيء يسحق. كل وسحق وغيبيات ولطم وطائفية ومن يا عشيرة، أي مواضيعهم ما عنده يعني ما له. هاي مواضيع فوق مستوى. ترى احنا ما نحكي على ذول، حتى على ذول طلاب الكلية ونفس التفاهة ايه كلهم. ايه ايه. لا قابل طلاب الكلية يعني منين جايين يعني. أنا هواي جالس ويا طلاب كليات. هسه حاليا دا أتكلم يعني بعد ما
بهذا عمري. آه، بحياتي مسامع منهم، يعني نوبات تحاول تستدرجهم بهاي المواضيع، ما يمكن ما يعرفوها. دارس فيها بس ما يعرفوها ليش. يقول لك انا اقرا حتى انجح، يعني بس كم من ينساها. آه. شنو هاي بنيه، هاي طيزه وما ادري شنو، عشيره ما يعرفون بقى مراسله ما ادري منو. فهاي ثقافه الطعام، ثقافه البيئه معدومه عند العراقي. مم. كل مكان. قلنا احنا تقاس ثقافه كل انسان من من عده امور بسيطه، من خلال احترامه للمرأة، من خلال احترامه للبيئة، من خلال إلمامه بهذه الأمور الحساسة والخاطرة السياسية والاقتصادية، وعدم النعق وراء كل ناعق. مم. فشوف هاي كل هالأمور معدومة عندهم. يعني بس تعرف بس انت وين ما تمشي زبالة بكل مكان، حرق، الأشجار آه. كلها قطعوها، الأراضي آه. الزراعية كلها صارت بيوت. تفضل. بس للأمانة أنا شخصيا ب 2017 من صرت نباتية ما كانت هواي صفحات عربية وعراقية يعني عن النباتية. بعدين رجعت دوام ب 2020 و21 لقيت يعني جروبات وبيجات، يعني اكو تحسن بس بسيط يعني. اي بشوف التعليقات كلها تضحك وتفشل. اي انا شفتهم، اي بيجات العامة العراقيين، اي كله تنمر مو طبيعي. صحيح. اي فالفلسفة العدمية تدعم النباتية بشدة، ويعني كثير من العدميين نباتيين، لأن اي العدمية هي فلسفة ترفض انه تأذي أي كائن حي أو اي الزجة للحياة. اكو احنا شغله، اكو خلط، خصوصا عند العرب. يعني مشكله هاي يعني ترجمات يعني. ما يفرقون بين الفيجانيزم والفيجيتيريانيزم، النباتيه والنباتيه الخضريه. نباتي اللي صح. يعني ياكل بس بيض وحليب، ياكل ما ياكل لحم بس ياكل بيض وحليب. وبين نباتي اصلا حتى صحيح. الجلد الطبيعي ما يلبسه. ما يفرقون صحيح. بينهم. صحيح. يعني نفسريانهم بالعربي، نقول نوع ياكل ما ياكل لحوم، بس ياكل بيض وحليب، امم مشتقات اللحوم. ونوع ترى يرفض كل كل شيء شيء يأتي من حيوان. الحيوان. اي ترى اي النباتيه هم انواع ولا هواي اسامي. صحيح. مشكلتها صحيح. الترجمات العربيه. زين ذكرتني بهذا الشيء، وهذا الشيء صحيح 100%. بس هي للعلم النباتية طبعا هو الموضوع ما يتحول، لأن النباتية لها جزء بالاحتباس الحراري. امم هي مو شيء جديد، موجودة ترى بديان عند الهند، خصوصا البوذية اي والجاينية، بعض بس 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 الهندوس. بس مو صرفه، مو صرفه، مو نباتيه خضريه صرفه. لا أنا سامع الجاينية صرفة. انا بالانجليزي قريت فيجيتيريانيزم، يعني ياكلون حليب وجبن. صحيح هاي البوذية، بس أنا سامع الهند، بس أنا سامع الجاينية لا، نباتيين صرف. ما اعرف. يعني يعني أكيد مو العوام، نقصد الكهنة ملتهم، وهذا شيء هم جيد يعني، امم رغم عندهم خرافات وهاي، بس شيء جيد. اي عموما وصلنا للغاز أما الشيء الثاني بلا شك تعرفوه هو النفط والغاز والفحم. هاي يعني نشطة بعد قلنا اكتشاف الآلة وتطور المصانع وكثرتها إلى أن وصلنا لعصرنا الحالي. يعني صارت المصانع بشكل جنوني، والصناعة صارت صوتك شوي مهيمنة. نصه. هسه اي هسه كمل. أي فصارت بشكل جنوني يعني، وكثرة السيارات، كثرة الطائرات، يعني تخيل هاي مدينة صغيرة مثل بغداد، يقول لك فيها 7 مليون سيارة، تخيل. تصدق لو لا؟ أو يدخل يعني يقول بيها 5 ملايين، بس ما يدخل لها باليوم فد 6 مليونين، مليون ونص سيارة من باقي المحافظات. وعندك النباتات معدومة والبيئة معدومة، المناطق الزراعية تحولت إلى كلها بيوت. شفنا احنا
كثير من الناس بالحكومة وميليشيات ورجال أعمال باعوا الأراضي الزراعية اللي كانوا يملكوها. فتلوث مو طبيعي. هسه هاي بغداد من أكثر 5 مدن ملوثة بالاحتباس الحراري. صدق لو لا عندك هاي المعلومة؟ أنا أعرف العراق هو يعني من ضمن أكثر 10 بلدان معرضة للتغير المناخي واحتباس حراري عموما يعني. مو بس معرضة، لا ملوثة. بغداد ملوثة جدا رغم إنه أي هي أي ما أي مو مدينة صناعية. أي أي, بس أي. كثرة المولدات أول شيء، وكثرة السيارات والدراجات والتكاتك وستوتات. يعني كل بيت شنو كم سيارة وكم ماطور فشي كارثي. زين وشنو والمولد. نعم. قانون ماكو شايف هاي العوادم مال السيارة، نسيت شو يسموها بالعراقي. هاي مو صحية أبد، قديمة وما شنية يبدلوها ها. شنية الع... العوادم مال السيارات، كل فترة الصلصات لازم تقصد؟ صالونسا، اي لازم تتبدل هاي الدخان مالتها. وين اكو يجيبوا؟ وين اكو يا عمي؟ اقول لو كل شارع بيه مولد، والمولد ايش يذب عليك؟ كلها غازات عموما، ودخان. اي فهاي كثرت قلنا بالقرن العشرين. البشر مثلا عندك بنهاية القرن التاسع عشر كانوا مليار. يعني خلال قرن و20 عام آه، هسه بأكثر من 8 مليارات. يعني تحول بشري، تكاثر بشري مرعب بشكل لا يصدق. هذا قابله. كل ما يزيد البشر يزيد استهلاك اللحوم، يزيد استهلاك السيارات والدراجات والطائرات، ويزيد استهلاك ثاني أكسيد الكربون والنفط ومشتقاته والغاز. فكل هذا دمر كوكب الأرض. فتأثيرات، شنو التأثيرات؟ يعني كلكم تعرفوها وتشوفوها. آه، برد قارس، حر قاتل، جفاف أنهار، حريق للغابات. وهذا الشيء مو أنا يعني جايبه من جيب مال حريق الغابات، قالت حتى وكالة ناسا. قالت كل عقد راح يزايد حريق الغابات بسبب الاحتباس الحراري حيصير بشكل مرعب. شفتوا بالفترة الأخيرة بأمريكا وبالأمازون وبتركيا بالسنين الأخيرة وبالجزائر، بعض الدول الأفريقية. زين فيلسوف سؤال يعني ولا نعم. قاطع. لا آه تفضل. هل عندنا حراق جزء اكو قسم من عدن مفتعلة؟ شو تقول؟ لا، أنا رجال علمي، مو علمي 100%، بس أصدق العلم يعني أحسن من القيل والقال. لأن ما عنده مصلحة يكذب عليه. دا يقولوا لك من الاحتباس الحراري، ها. وعندهم أدلة يعني. عندهم صور ومشاهدات من الأقمار الصناعية. نعم. كمل. أي وتأثير هذا على الحيوانات. يعني علماء الأحياء دا يأكدون أنه إحنا دا نمر بفترة انقراض سادسة. طبعا الانقراض يصير بكل فترة، بس نتكلم انقراض كبروي إلى نهاية يقولون هذا القرن 50% من الكائنات الحية اللي عايشة، قسم منها صار له ملايين السنين، أو حتى يجوز عشرات الملايين من السنين، مثل التمساح أو الوز أو بعض أنواع الطيور، بعض أنواع شنو بالله الكائنات القديمة. يعني كائنات عملاقة صار لها الحيتان صار لها عشرات الدلافين، كلها معرضة للانقراض. واحنا فعلا قبل كم سنة نوع من انواع الحيتان انقرض. الطيور كثير منها تنقرض. وكل هذا راح يأثر. وايضا اكو شغلة مهمة ايضا، تلوث ضوئي، بس هاي بنسبة اقل. تفضل عندك تعليق حتى ندخل على دجلة والفرات؟ اي بس على فكرة هسه شغلة ذكرتها. صناعة اللحوم الحيوانية او المنتجات الحيوانية
هم التين يعني نعم. جاي يدمرون الغابات. هاي الغابات هم يعني تاخذ ثاني اكسيد الكربون وتطرح اكسجين. يعني انت يعني تدمر امور تنتج اكسجين، تسوي شغلات تنتج لك غاز الميثان اصلا، يعني تزرب بالوضع يزراب مو طبيعي. اي تكلمنا قلنا هاي الخطورة، قلنا هاي سبب التكاثر البشري المرعب. يعني ايه. انت تتكلم خلال 100 عام البشر يزون غابة 7 مليار. هاي 7 غابات، مليار. غابات الامازون ترى اكو بيها يعني، يعني هي الحكومه شالت على مود اتصال عم يسوون. اي صحيح. لا، مو انا من قلت لك هذا، دا اقول لك ما عدا النشاطات البشرية صارت طبيعي امم. بسبب الاحتباس. اما البشر هاي تدمير الغابات، وهاي منتهين منه. ايه. ندري هاي حكومة البرازيل المجرمة والرأسماليون كولومبيا وبعض الدول دي دي يشلعون بغابات الأمازون حتى شنو يربون مواشي ويبحثون عن النفط والغاز وكل هذا غابات ندري به. غابات الامازون هاي رئة الارض. أكيد ساهم ب20%. امم. 20% من الغلاف قصدي من الأكسجين على كوكب الأرض، ايه. و80% من البحار والمحيطات، وهي أيضا تتأثر بالاحتباس الحراري، الطحالب والعلائق البحرية. امم. هاي الشغلات أول شيء تحتاج هاي تلوث البلاستيك. يعني هذول الرأسماليين الكلاب أي شيء تشتري هسه لازم وياه بلاستيك، كل شيء معلب. هذا يدمر الكائنات البحرية. مو بس هاي، يسوي زبالة، يمنع الطحالب والعلائق البحرية من تكوين البناء الضوئي. فهذا الشيء خطر جدا. يعني أنت عندك غابة الأمازون والنباتات معرضة للتهديد، والكائنات البحرية مثل الطحالب والعلاقة أيضا معرضة للتهديد. هذا كله بسبب شنو؟ حيوان واحد هو الهومو سيبيان. أي حيوان بالتاريخ ما عمل هاي العملة. عرفت شلون؟ ولا ايه. يعني بتاريخ التطور خلال مئات الملايين من السنين. وهذا هذا انقراض. اي، واضيف لك شغله، هاي الانقراضات الصان قبل كان يعني شيء طبيعي وهيك يعني اعتباطي. ما قاس هو صناعي يعني، الانسان هو سببه، هو سببه. اول مره أكيد تصير. الإنسان. صحيح، الانقراضات السابقة صارت بسبب ظروف خارجية. ظروف خارجية يعني أتت من خارج كوكب الأرض. والبعض يعني الانقراضات الصغرى تصير بسبب شنو؟ انتخاب طبيعي، إنه الكائن يقوم ما يتكيف مع البيئة. يندثر شيئا فشيئا، يصير بالتدريج هذا. أما الانقراض الحالي ده يصير بسبب نشاط الإنسان الهومو سيبيان. هو نوع من أنواع القردة العليا. عندي مقال قلت أقرأ على دجلة والفرات. هذا تسمح لي بس أجيب الجهاز وأجي. اوكي، عرفتك.
دقيقة لا أحضر المقال بس. تمام تمام. نعم، هذا مقال يعني اليوم كنت أبحث عنه في مجلة اسمها البيئة. امم. يعني جايبة تقرير من منظمات دولية متخصصة، تقول العراق سيسمع المفاجأة، سيخسر واردات نهري دجلة والفرات بالكامل بحلول عام 2040. امم. بس تشوف شنو ها واردات ها راح ها التقرير شو كان نشر تاريخ نشره؟ دقيقة. هذا البارحة، اليوم ايش قد اه، بالشهر. يوم 10/3 صح طبينا. اي، ما بس هو يعني حديث يعني. امم. وهي من زمان يعني اخبار دجلة والفرات بالجفن، يعني مو شغلة جديدة. نعم. تقول وقالت المنظمة الدولية للبحوث تحدث عن تناقص حاد بالحصص المالية الواصلة ضمن حوض نهر الفرات التي آه، دقيقة. يقول إن واردات نهر الفرات الحالية ضمن آخر رصد المحطة أواصل الشهر الماضي بلغت 5 مليارات و700 مليون متر مكعب، وهي تمثل نسبة 42%، ومن المعدل العام بعد إكمال سدة في تركيا ضمن مشروع الغاب الهادف لتشييد 22 سدة على حوضي دجلة والفرات. وقالت منظمة المياه الأوروبية توقعت جفاف نهر دجلة بالكامل أيضا في سنة 2040، حيث يفقد النهر سنويا ما يعادل 33 مليار متر مكعب من هي مياهه بسبب السياسة المائية الحالية التي تتبعها تركيا. أكيد مو بس تركيا، الحكومة العراقية أيضا تتحمل المسؤولية أيضا الكامل. تقول فإن العراق في حال عدم تمكنه من إتمام اتفاقات دولية فسيفقد يعني حصصه المائية بالكامل، وهو مقبل على ما اسماه بكارثة حقيقية ستلحق بملايين الدونمات الزراعية في البلاد، وما يعني تحول العراق لجزء من صحراء بادي الغربية خلال مدة لن تتجاوز 35 عاما المقبلة. وواردات دجلة ونهري والزابل على المسجل للعام الحالي سجل 12 مليار و49 مليون متر مكعب، وتمثل نسبة 55% من المعدل العام. اي، فعموما هذا ايضا التقرير يقول سد اليسو فقط اللي راح تركيا يعني راح الشغله راح يحبس 100 مليار متر مكعب من الماء، وتقول هذا ي... راح يجي ثلث العراق، تخيل حيصير جاف الاراضي الزراعيه، تخيل راح تكون غير موجوده. وهذا ايضا نعرف احنا بالماركسية من تصير كارثه بالمدن الزراعيه. ايش راح يصير؟ راح ينزحون للمدن، امم. فراح يصير غلا وراح يصير مشاكل، راح يصير حروب. طبعا هاي مسألة يعني شنو، لو دولة قوية ما تسكت عنها مستحيل، بس تعرف يعني هذا البلد منهار بكل معنى الكلمة، يحكمه رجال دين وعصابات فأنا توقعت يعني يمكن إذا سامعني فعلا يعني أنا بدون ما أقرأ أصدق هاي الأشياء. قلت العراق خلال بعد 2030 35 مقبل على انقراض جماعي وجوع ومجاعة وجفاف انهار بالكامل، وراح يبتزوا يكون من النفط مقابل الماء. امم. نعم. زين زين، فيصير سؤال يعني، سؤال مهم والله. يعني. أسباب جفاف دجلة والفرات، يعني هل هو احتباس حراري السبب، لو يعني سدود تركيا وإيران وسوريا الاثنين يعني؟ أشكرك على هذا السؤال.
أول شيء هي اكو كارثة سواها البشر، هي الاحتباس الحراري. آه هذا خلى بعض الدول تخاف، فقامت تسوي سدود على الدول الضعيفة. هاي شيء مو بس ترى بالعراق، تعرف مشاكل اثيوبيا مع مصر. اثيوبيا تسوي حاليا كم سدود، تسوي بعد 4 سدود او 5. ودائما مشاكل بالامم المتحدة، والسيسي يهدد كل شيء. ما قدر يسوي شيء. ايضا مصر مقبل ايضا على نفس الشيء. آه، الاحتباس الحراري، وايضا تركيا وايران سووا السدود، فاكتملت السالفة يعني. يعني انت اصلا بلا شيء راح يصير عندك حالك حال العالم، كيف بالسدود؟ فانت مصيبتك مصيبتين. عرفت شلون؟ وايضا السبب الثالث ايضا الحكومة بلا شك بلا شك. الحكومة ما عملت سدود تحبس مياه المطر. مثلا عندك ابسط شيء، البارحة مطر كله يروح بالمجاري وهي المياه الثقيلة. اي احواض ماكو، اي سدود حديثة ماكو، المي كله يروح بخ- بالخليج العربي. فكل هاي 3 أسباب هاي رئيسية لجفاف دجلة والفرات. فننصح إنه شنو، الناس اللي تسمعنا، إنه خطورة الإنجاب، إنه لأنكم مجاعات قادمة وانقراض. فلا تعرض أطفالك لهذا الخطر. إذا تعتقد إنه كلامنا هزار، هاي كارثة. كلامنا علمي. كل المنظمات والحكومة جاي تعترف فيه. زين نعم. زين. زين، يعني هو الأسباب الثلاثة، يعني إنه الاحتباس والسدود، وأيضا يعني الحكومة مدى تبدي سدود بالعراق. بس نعم. يعني، بس يعني هو اللي أثر أكثر، يعني الاحتباس دو السدود. أنا أعتقد السدود أثرت أكثر، مو؟ لا، سدود بلا شك. آه. إيه، لأن الاحتباس مهما كان، بس ما ياخذ هاي الكمية كبيرة. يعني أنت سد واحد يحجز 100 مليار، راح يأثر على ثلث. ممكن إذا نعوفه على احتباس يجوز مثلا تطول 100 سنة. بس السدود عجلت بهذا الأمر. أمم. فهذا المجرم اللي اسمه أردوغان وحكومة إيران، قلنا لهم إحنا من زمان دولة ناس تجار يحجون بالإسلام والمسلمين، كله كذب. إذا أمم. مصلحتهم اقتضت إبادتكم إبادة الشعب تجويعه، أنت حرام تقطع حتى خلينا نتكلم هسه من ناحية دينية. بس إحنا نعرف حرام تقطع المي على حيوان. تعطش شعوب كاملة. فحتى شوف أمم. ذول الناس الإسلاميين إيش قد سفله. بس فيلسوف، أنا موضوع الانهار انا متابعه من زمان. يعني مثلا تركيا هواي حضرت حكومه عراقيه وانطتهم ولا، من 2007 قالت لهم يا احد ابني سد وسووا سدود، انتم جالس تسوون سدود، انتم جالس تستفادون واحنا لازم نستفاد من عنده. يعني وايد يعني سامحتهم. بس هي الحكومه كانوا منتهين بالعركه بالسلطه حبيبي سنة. حبيبي، صحيح هذا الشيء. قلنا الحكومة درجة ثالثة، بس أنت تسوي 22 سد هواي. لا ايه. ناثين. وبعدين هاي المياه صالحة عشرات الألوف من السنين تجري يعني. ايش معنى هسه البشر نقص دا يسوي؟ والله امم. بحجتك عندك مليون طريقة تسوي كهرباء، حتى على بلدك دا تأثر. هاي سدود تسوي زلازل. يعني انت راح تعدد. بس هم يجوز هاي الزلازل الأخيرة بسبب السدود يعني. لا لا، هي عامل من العوامل، يعني يزيد الحده حسب ما فهمت. أكيد زايد الحد اي. فأنت امم. راح تعرض أيضا شعبك للخطر. كل هاي شنو سببها؟ النشاط البشري القذر. الجشع على الجشع رأس والأنانية. الجشع يعني الجشع ما صاير بالتاريخ ولا راح يحصل. فمن يجيك هذا متنطع يقول لك انت شلون طالب بانقراض البشر؟ تقول له يا لكع يا ابن اللكع. وهاي الحيوانات اللي دا يقرضها البشر هاي مو كائنات حية تريد تعيش مثلك. هو امم. جنس قذر على الابو لابو. خليه ينقرض. زين زين، فيلسوف هسه يعني ننتقل للفقرة الثالثة، يعني الحلول. شنو الحلول وجهة نظرك؟
سواء يعني سواء احتباس حراري عموما جفاف الأنهر بالعراق؟ الحلول أول شيء تكون الحكومة العراقية جادة وترفع قضايا بكل مكان بالعالم على تركيا وإيران، ويبطلون هاي مسألة الذيولة. وثاني شيء تبني سد بأسرع وقت، لازم يكمل خلال سنتين. المي وأحواض عملاقة، نستفاد من المطر الشح، لأن عندنا شح بالمطر. يعني هسه ما استغليناها، ما عندنا أي حوض. بحيرات صناعية شلون الحبانية وغيرها. وسد تبني إنه تحتبس جزء من الماء، نصفه أو نصفه أو ثلثين. إنه دجلة والفرات ما يصبون بالخليج العربي، تحتبس هاي المياه، تغذي بها الجفاف يعني حتى لا يصير جفاف. يعني ماكو غير هاي الحلول لازم، بس ما حد يقوم بها، راح أقول لك من هسه. هذول الملالي هذول هذول يعتبرون نفسهم أسياد، وهذا الشعب خادم عندهم من مصر. يعني عبارة عندهم صراصر، يعني موجودين لخدمتهم. والإكراد مالهم دخل أصلا بهذا المهم، برزان وطالباني والفوق والسنة. يعني من السنة يعني يسوي لك حل حلبوسي هذا الصبي، فشغلة منتهية. ولا الاحتباس الحراري؟ الاحتباس الحراري أه والله شو أقول لك، يعني له حلول، مو ليش ماكو. بس هم أعتقد مستحيلة. مستحيلة ليش؟ لأن لازم يقللون الجشع. يعني الرأسمالي هذا أبو الدواجن والحيوانات ما راح يقلل، ولا الدولة تاخذ ضرائب تقلل، مم. ولا استعمال البنزين وشركات السيارات حتقلل، ولا الدراجات مم. ولا الطائرات حيزيدون، بالعكس والبشر يزيدون. فهي الطبيعة تاخذ مجراها، صدقني الطبيعة تقدر تروض البشر. زين. زين انا راح اطرح عليك يعني حلول وتقنيات، يعني وانت انطيني رايك يعني. تفضل. السيارات الكهربائيه مثل تسلا وغيرها، دراجات الكهربائيه والهوائيه. عندك مثلا المانيا قبل سنه ممكن من 6 اشهر او سنه، سووا قطار على الهيدروجين، يمشي بالهيدروجين. ايه. فانت يعني شو رايك يعني بدين السوالف؟ حبيبي، باخذها من عندي. السيارات الكهربائية هاي ما راح تنجح. أول شيء غالية جدا، وما راح تنجح إلا إذا قام يقل النفط، صار غالي جدا. ثاني شيء ما راح تستخدمه دول كثيرة، يعني دول مثل الهند والصين ما راح أعتقد تستخدمه. جزء دنمارك، من هاي الدول أصلا ما تأثر، يعني عددها قليل. فما عندي أمل بهذا الشيء. ما عندي أمل بهذا الشيء بصراحة. الصين ما هم أشوفه. مالتين. الصين هم مالتين جاء تطور سيارات كهربائيه حسب علمي. صحيح، بس قلت لك غالية وإلى الآن يعني ما منتشرة. ما زين. منتشرة الفكرة. من ممكن الحكومة تتدخل تفرض ضرائب على البنزين أو ضرائب على السيارات اللي تشتغل بالبنزين؟ يعني شو رأيك بهذا القرار؟ والله هي المشكلة الكهرباء أيضا، بيش تشتغل الكهرباء؟ هم غاز آه شحن بس شحن. احنا الكهرباء شغلة على الغاز. فما أعتقد هاي حلول يعني. مم. أكو مالتين، اختراع يمكن صار بسويسرا، شركة سوتها على أساس يسحبون ثاني أكسيد الكربون من الجو، يخزنوه بطريقة أخرى، ما حولوا من طاقة إلى طاقة أخرى. ما يساعد هذا الشيء أو لا؟ حلو.
أيوة اسمعني. انقطع. راح أراسله وأشوف إذا ما في فصل النت يمه أو شي. لا ما جاوب يا خلال 15 دقائق يعني أغلق البث. أهلا تحية ثواب الشفيع. فاتك الحكي كله تقريبا كله أصلا فاتك.
نعم. الو الو. اعذروني يعني على البث على الهواء. اي اي اي. بعدنا على الهواء، اي راحت الكهرباء، اعذروني. لا عادي. بدي اسالك سؤال. نعم سويسرا تفضل. سويسرا مسوين مكتشفين تكنولوجيا جديدة على أساس يسحبون ثاني أكسيد الكربون من الجو وخزنوه على شكل صخور أو طاقة أخرى. ماذا يساهم في هذا الشيء أو لا؟ يعني شنو رأيك في هذا الشيء؟ بصراحة ما أعرف، بس إلى الآن شنو هاي التقنيات، وباي أنا سامع تقنيات، بس إلى الآن غير فعالة، وحتى لو فعالة مكلفة جدا. وثاني امم شيء راح تبقى ضمن نطاق، يعني هل راح يستخدمها أفريقيا وما أدري منو، دول آسيوية؟ ما أعتقد. حتى السيارات الكهربائية حتى لو كانت علاج قد تعالج لك بالمية، 1% امم احنا نتكلم عن مشكلة يعني من كل النواحي تلاقي. امم عندك تلوث بلاستيكي، عندك لحوم حيوانات اللي ما جاي أحد يفكر، هي أهم مشكلة. وعندك حتى هاي الوقود دي يستخدم يوميا، يقولون وحاله صناعة الأسلحة دا تزيد يوم على يوم، الطائرات والسيارات. ترى يوميا شركة طلعت لك سيارة جديدة. ترى هاي الصواريخ والأسلحة هاي متأثر، ترى قنابل كلها شنو. كلها شكل شيء يتعلق بالوقود يأثر. ايه. زي يعني السؤال تقريبا السؤال الأخير يعني نعم. البشرية حتنقض بحلول هذا القرن، وتتوقع يعني بالعلم وبالتقنيات يحلون المشكلة أو يقللوها؟ والله أنا عملت تكلمت عن هذا الأمر. ليش هذول الأغنياء دا يدورون على حياة بغير كوكب، رغم إنه الكوكب قدامهم يعني، بس الجشع ما دا يتوقف. مم. يدرون يعني ستيفن هوكينج حذر البشرية، قال قدامهم 100 عام يهربون من هذا الكوكب يعني بعد ما يتحمل. مم. كل الأدلة تقول، أو قد يعني يقرضون هواي من البشر، تبقى يجوز يبقى جنس متفوق عندهم شريحة بدماغهم، يخترعون أشياء تقوي. ما أعرف بالمستقبل بصراحة، مم. ما أعرف شو راح يكون. بس إذا ما لقوا حلول أكيد. بس هل هاي الطبقة الغنية إيلون ماسك وراح يجون اللي بعد مثل هاي شريحة الدماغ، مم. راح تخلي الأب كم يقول يتكلم؟ ممكن هيجي تقنيات أكيد هاي حتكون خاصة بالطبقة العليا جدا، يعني ما راح تكون. هم هذول راح يستمرون جنس متفوق سوبر نوفا مثل ما قال نيتشه، ما أعرف بعد. أو مم. ينقرضون كلهم. بس أول وتالي الانقراض موجود، لازم تيجي كل شيء له نهاية. مم. نعم زد كل زد شيء له نهاية. زين صدق، ولو يعني جزء خارج الموضوع، يعني أنت شنو رأيك الطفرة للمريخ؟ يعني هاي الحياة بالمريخ ومستوطنات والله تصير حاليا، بسيط. حاليا أشوفه مستحيل يعني. على هاي مستوانا آه. العلمي صعب. أي. بس ما أعرف بعد 50 سنة ايش قد راح يتطور العلم، ما تدري يعني. إلى الآن مستحيل، على هاي تقنياتنا مستحيل. اكو عالم نوبل، عالم فيزياء اخذ جائزة نوبل ب 2019، قال مستحيل يعني هذا الامر. مم. بس ما تعرف أنا يجوز قد يتطور العلم، ما اعرف. مم. أنا لاحظت شغلة يعني بالفيديوهات يعني تتخيل العربية. كوكب شنو هو المريخ؟ كوكب ترابي، المياه مم. مدفونة، غلاف جوي ما بي، شجرة ما بي، حياة ما بي، نعل ما بي، حشاك. يجوز كانت بأشكال بدائية، لقوا بكتيريا وما أدري شنو. بس هسه حاليا ما بي أي حياة، يعني شلون أنت تبدي بي من جدة؟ مم. تفضل. أنا لاحظت شغلة، يعني طبعا بالفيديوهات العربية والإنجليزية اللي تتكلم عن التغير المناخي والاحتباس الحراري ولا شو اسمه الانقراض. هم يعني يستعرضوا لك المقدمات والتاريخ والمشاكل، يعني يقول لك إيه، بس بالأخير يعني يبيعوا لك أمل زائف. يقول لك ها أنت تقدر، وشلون بطلعوا في سيارتك واستخدم وسائط النقل العام واركب قطار ومدري شنو، نقلل من اللحم. ما ادري يعني، هيك نصائح تعبانه، يعني ايش يقول لك وهم واحنا نقدر.
والله انا ما سامع يعني. اكو هواي قنوات بس تكتب احتباس كوما يطلع لك. ايه ايه. بس ما يتكلمون يعني بصراحة مثلنا من كل النواحي وشنو السبب ايه ايه. لا مثلا المشكلة. القرار ما عندهم لين شنو يؤمنون بيوم قيامة وحياة بعد الموت والله كل شيء. هاي لا الافكار ما تخلي. لا المشكلة تدري شنو عندهم؟ يعني تفاؤل تقيد. ايجابي، عندهم تفاؤل انهم يعني راح هي يتغلبون على. مدتك هاي الافكار تقيد عقل الانسان ما تخليه يصير واقعي لان هي افكار جايه من مثاليه من اسم دينيه امم. مثاليه قيد عقل الانسان ما تخليه يصير واقعي. يعني هم يؤمنون عقرب حتطلع حي او منكر ونكير يجيك لا بقبر لا لا. ولا متر. يعني موضوع بس مو بس قصة بس مسلمين، حتى الأجانب، حتى هي الغربيين. هي ليش الغربيين شنو هم مسيحيين إيه. نفس نفس الطينه ونفس الضغطه شايفك انجليز وامريكان وشلون متعصبين ما عندهم إيه. يسوع ويسوع وكل شيء ما يعرفون بس يسوع قال وبطرس قال. فهي كلها نفس الضراط يعني شنو الفرق إن كان إيه. غربي وان كان شرقي. حتى العلماني اللي بيهم تلقاه يقول لك ها، لو يغلس، لو يقول لك ايه راح تنحال وانا متفائل بالمستقبل الدنيا راح تتغير. والله بعد شلون يقول لك كل من عقله براسه ويعرف خلاص يعني بعد يا يراهم شو مم. تسوي لهم. بس هي شنو هسه من قرأت لك هاي المنظمة الدولية اللي تحكي على العراق يعني ناس ما جايبين من جيبهم هسه كل التقارير واقع يعني ما حد يقدر ينكر هذا الواقع تريد تأوله هذا بكيفك هاي بقت يمك يعني. هل تأويلك راح يغير النهر مثلا راح يضيف ماء لا صح لو مم. لا حيغير النهر لا لا. بعد شكو أول مم. من 100 مليون سنة مو باكر. مم. انا ملاحظ شغله همتين. آه يعني بالتقارير هاي جماعة اليوتيوب، يعني قنوات ويجي يدبون اللوم على الناس العاديين دول الفقراء، بس ما يحكون على الأغنياء. هذا الغني اللي كل أسبوع يسافر بطيارة وعنده بيت والله هذا هليكوبتر. اللي أنا بوجهة نظري شنو هو شنو الفقير أنا أقول لك يجوز يأكل اللحم اللي صنعوه بس هو يجوز أقل مم. واحد متسبب بالاحتباس الفقراء. إيه. لا عندهم معمل تدجين حيوانات لا سيارة لا أضرار. فهذا كلام دوني بصراحة. مم. لا ترى نعم. الطيارة اللي تطير، هاي الطيارة مال القوة الجوية الأمريكية أنا أصلا تعادل مليون سيارة. بعد شكو اي طيار والسيارات مقابل الفقير يملك سيارة 3 سيارات ببيت يجوز يملك إيه. دراجة يعني الدراجة ما تأثر. فكله خريطي. لو هل هو مثلا حكومات دا تطلع له وقود والفحم والغاز دا تحرق بيه. هسه العراق كم مليون يبيع كان 5 هسه على أساس 4 بعد كورونا. يعني هاي الفقراء يطلعون هذا النفط حتى ما مستفادين منه من مم. المستفاد من الحكومة والطبقة الوسطى البرجوازية فكله خرا هذا كلامهم. مم. كل ما جو مشاهدين مو هلا كم مشاهد ويانا هسه. والله هسه ماكو أحد، بس إجا الثورة بلشفية شوية وطلع وجا واحد اسمه محمد. يمكن محمد الغريب، ما أعرف. ما أدري. عموما هذا الفيديو تخليه من يثبت بقناتك اسحبه انشر قناتي وانشر رابط قناتك ايضا اذا بعد تنشر فيه. تمام تمام. لا ما لو انشر ما قناة. مهتم. لا نعم لا. نعم انشر بس الفيديو. تمام. نعم. صار لنا ساعة نحكي، يعني حكينا تقريبا كل شيء غطينا. اي غطينا اشكرك اني اذا على هذا اللقاء الجميل وعلى الستريم وتحت الفرصة. حبيبي تدلل. بس حرامات احنا سوينا بث قديم بس راح بس اذا هذا احتفظ به حتى شنو خاف قناتي هاي حتى نعيد بث. امم. بس القديم يمكن عندي، أنا ما أعرف الصراحة، يمكن. عادي احنا هذا يجوز ضفنا به اشياء اكثر يعني اهم من ذاك. امم. امم. نعم نعم. تحياتي. شكرا مع شكرا. السلامة. مع السلامة. هلا.